نظم استفتاءات جماهيرية متعددة للأندية، من هو النادي الأكثر شعبية لنجوم الموسم الماضي. أيضا لديه أنشطة متعددة نحب أن نتعرف عليها من خلال هذا الاتصال مع الزميل فرحان المنتصر. السلام عليكم فرحان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك محمد على هذا الاهتمام. شكرا، نشاطكم متميز وملحوظ، ونحن نفتخر بمثل هذه الأنشطة لأنها تأتي من واقع الوسط الإعلامي. أخي فرحان، ما هي فكرة هذه الاستفتاءات وعلى أي أساس تم تثبيتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في يمني سبورت نحاول إرساء ثقافة الاستفتاء لاختيار النجوم واختيار أبرز الشخصيات الرياضية وتوقع نتائج المباريات وتقييم نتائج المشاركات وتحديد أو قياس رأي الجمهور نحو البطولات والمسابقات التي تنظم في بلادنا كخطوة على طريق استعادة دور الإعلام الرياضي في إنتاج أو في صنع نجوم رياضية تعيد الجماهير إن شاء الله إلى المدرجات. نحن كانت البداية من خلال استفتاء أو تصويت جماهيري لاختيار نجوم الموسم الماضي، والحمد لله كانت المشاركة جيدة وجيدة جدا، خصوصا وهي تقام في الإنترنت أو على فقط لمن يشاركون أو يتواصلون عبر الإنترنت. وقد حصل النجم على أيمن الهاجري على لقب أفضل لاعب في الموسم الماضي، وحصل اللاعب محمد الداهي على لقب أفضل لاعب ناشئ الموسم الماضي، وحصل الحكم علي جوف على لقب أفضل حكم، والكابتن أحمد علي قاسم مدرب شعبيب على لقب أفضل مدرب. كما بدأنا بتصويت آخر بخصوص النادي الأكثر شعبية في اليمن، طبعا والشعبية هي شعبية جماهيرية على الإنترنت، والحمد لله متواصلين ولدينا أفكار كثيرة سنسعى من خلالها إلى نشر ثقافة التصويت بشكل متواصل وبشكل يجذب القراء والمتابعين لمتابعة أخبار الرياضة على الإنترنت أو على واقع الميدان إن شاء الله. ما هي المعوقات التي تقف أمام تطوير مثل هذه الأنشطة أو التي واجهتموها كتنظيمكم لهذا الاستفتاء لأول مرة؟ الحمد لله التجاوب كبير، على بالرغم أنه يقام لأول مرة، يعني التجاوب كبير، والمشكلة ستكون بالنسبة لنا في بلورة أو في تسويق هذه النتائج، هذه الاستفتاءات للجمهور عبر يعني مهرجانات تكريم أو احتفاليات تكريم. وإن شاء الله يعني نتمنى أنه إذا كان في التصويت الأخير الخاص بالأندية أكثر جماهيرية تقريبا شارك بحدود 1500 مشارك، فنتمنى أنه في التصويت القادمة تكون المشاركة أكبر، وتظل أنه عندنا العائق الأكبر في اليمن أنه إلى الآن خدمة الإنترنت غير منتشرة، وهناك نوع من أو السياسة طغت على الرياضة في حتى على مستوى الإنترنت، ونتمنى أن نجد لنا مساحة عند القراء والمتابعين. وإن شاء الله أيضا تكون لديكم مساحة في البرامج الرياضية حتى يكون الاشتراك أكثر من قبل الجمهور. إن شاء الله نحن نتمنى نشوف حقيقة في تفاعل من الإعلام المقروء مع نتائج الاستفتاء. ونتمنى يعني أن يساعدنا الإعلام المرئي، وأنتم كان لكم الآن المبادرة الأولى، نتمنى أن تعدوا بكم القنوات الأخرى حتى نساهم معا في أنه نصنع إعلام رياضي يهتم باللاعب، يهتم بالمدرب، يهتم بالحكم، بعيدا عن الاهتمام الطاغي بالإداريين. رياضتنا تراجعت منذ أصبح الإداري هو النجم وليس اللاعب. صحيح، كلام جميل جدا ونقطة في محلها، لأن الإداري استحوذ على كل شيء فتراجع النشاط الرياضي. ما هي خطتكم للموسم الجديد ونحن سيبدأ الموسم في الدوري إن شاء الله يوم غد؟ بهذه المناسبة أحب أن يعني أبشر الأخوان المتابعين يمني سبورت تستعد للانطلاق بشكل جديد أو بصورة جديدة مع انطلاقة الموسم. سنطور من أدائنا وسيكون لنا استفتاءات وتصويتات أسبوعية لتوقع نتائج المباريات، وسنحاول نختار نجوم الشهر، وسنسعى إلى أن نطور أدائنا ونجعل المشاهد في قلب الحدث من خلال متابعة المباريات أول بأول
مثل ما كان لنا حضورنا في الموسم الماضي. نعم. من خلال تغطية المباريات بشكل آني، يعني كنا نغطي المباريات من كل المحافظات بشكل آني، يعني المباراة تلعب في حضرموت ونحن ننقل نتيجتها في يمني سبورت مباشرة. إن شاء هذا الله. الموسم سنواصل العمل وسنسعى إلى خلق علاقة أقوى وأمثل مع الجمهور، ونتمنى أن نجد من يدعمنا في تبني تكريم النجوم الذين تم التصويت عليهم في الموسم الماضي، حتى يعني إن شاء الله نحقق نجاح آخر بالتصويتات للموسم القادم إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق، ونتمنى أن تتحول يعني يتحول هذا الموقع إلى قناة رياضية. شكرا جزيلا للزميل فرحان المنتصر، رئيس تحرير موقع يمني سبورت، الصحفي والناقد الرياضي المتميز. شكرا جزيلا.